مش الموضوع ده جنون؟ انا ما بكسبش الا لما انت تكسب. انا كواحد بيبيع كورس اونلاين دلوقتي هكسب امتى؟ فكر فيها. لو انت دخلت وتابعت وما وصلتش، انا ما كسبتش، بالعكس انا خسرت فلوس. ولو انت دخلت واشتغلت تابعت ووصلت الاول فلوس، ساعتها هكسب. فبالتالي بقت مكسبي مرتبط بمكسبك. انت هتكسب ان انت توصل لاول عميل ليك، انا هكسب بفلوس الاشتراك اللي انت دفعتها لي من 90 يوم، لان انا طول ال 90 يوم الفلوس دي انا ما اقدرش المسها. ليه؟ لان ممكن بعد 90 يوم حضرتك تتابع كل يوم لمده ساعه، بتجيلي في اخر 90 يوم وتقول لي يا باشا انا عايز فلوسي تاني، وهاجي ابص عليك متابع كل يوم، والله الفلوس ديت وصلت الاول دولار الحمد لله، ابتدي اخدهم ادفع بيهم بقى مرتباتي والادوات المدفوعه والكلام ده كله. طيب الفلوس ديت حضرتك ما وصلتش لاول فلوس، ساعتها هرجع لك تاني. فهي حرفيا انا حساب بنك والله. ولو ان كل سبوبه سوا اقرب لجمعيه خيريه باللي احنا بنعمله دوت، مضطر غصب عني اقعد اطور في الخدمه بتاعتي عشان ازود من نسبه الناس اللي بتوصل لاول فلوس ليها، عشان في الاخر اضمن ان انا كسبت فلوسك اللي انت دفعتها لي من 3 شهور، بان انت تجيلي بعد 3 شهور تشاركني بقصتك زي قصص الناس دي كلها. انا رابط مكسبي بمكسبك. مفيش حاجه اسمها ان انت تكسب وانا اخسر، او ان انا اخسر وانت تكسب. احنا يا اما نكسب مع بعض، يا اما نعيش عيشه فل، يا اما نموت احنا الكل. انت في الاخر انت فلوسك هترجع لك بالكامل، هو بس الساعه اللي انت بذلتها كل يوم، وفي الاخر انت برضه كسبت مهاره، بس بشرط الالتزام والمتابعه. اصل احنا مش عاملين القصه ديت رخامه، عاملين القصه ديت عشان احنا عايزين نحمسك ونحفزك ان انت بعد ما تدخل الكورس تشتغل وتتابع كل يوم ساعه فعلا، عشان تحط في هدفك في دماغك ايه؟ ان انا عايز ارجع فلوسي بعد 90 يوم. في يوم ال 91 انا عايز فلوسي تبقى في جيبي. فايه اللي بيحصل؟ سبحان الله، اليوم ال 70 مثلا انت ملتزم، فعشان انت ملتزم تلاقيك وصلت الاول عميل ليك. تصدق انا كسبت فلوس الكورس اللي انا اصلا هرجعها، بس كسبتها المره دي من شغلك، كسبتها المره دي من عميل، كسبتها المره دي بالدولار. والجميل بقى ان انت الكلام اللي انت عملته ده انت تقدر تكرره مره واثنين وثلاثه وعشرة و1000 و2000 و10000 اجمل اللي ممكن مع نفس العميل. الناس مش فاهمه ان القصه كلها قصه عميل، لان عميل عملت له شغلانه حلوه ممكن تحول شغلك دوت لفول تايم، ممكن تحول شغلك دوت لبارت تايم. فهي القصه قصه عميل. اوصل لاول عميل وسبحان الله هتلاقي الدنيا بتفتح، سواء مع نفس العميل او سواء مع عميل تاني بنفس الشغلانه، او سواء مع 10 15 20 عميل. ال 20 عميل دول بهم بيطلبوا منك مره مثلا كل 3 شهور على سبيل المثال، فال 20 عميل متكررين 10 على 10. وهي ده المكسب في الفريلانس، ان انت مش بس تكتسب العميل لمره، يعني تكتسب العميل لمره واثنين وثلاثه واربعه، عن طريق ان انت تقدم له اكتر من خدمه في اوقات دوريه. ما ممكن خدمه مختلفه على فكره، ممكن تقدم له الشهر ده ويب سايت ديزاين، ممكن الشهر الجاي تمسك له سوشيال ميديا، ممكن الشهر اللي بعده تقدم له مساعده بسيطه في حاجه هو بيحاول يعملها وهو مش عارف، ممكن الشهر اللي بعده تروح عامل له ايميل احترافي، ممكن تقعد